علم ابنك انه لو رايح يشتري ما يبصش في الدرج اللي الراجل بيحط فيه الفلوس او في فلوس حد من اللي بيحاسبه، علشان محدش يستفرغ عينه ويستقل بيه. وعلمه وقول له ما تقطرش. يعني ايه؟ يعني ده غلط يغلط، ده شتم يشتم، ده مدح يمدح. المفروض يوزن ويعقل الكلام ويكون له شخصية، وما يحكمش على حد غير لما يسمع الطرف التاني الأول، والأفضل إنه ما يحكمش على حد أصلا. وعلمه يحرص من 3 لو ناوي يمشي معاهم: اللي سنه أصغر منه بكتير، واللي ربنا فتحها عليه فجأة وهو مش متعود على يسر الحال، واللي لسه ماسك منصب أو سلطة بعد ما كان بسيط وعلى قده. وفطموا على ان اللي يتهجم عليك وقفوا عند حد وحوشه، واللي يضربك اضربه. ولما تبقى عارف تدافع عن نفسك كويس جدا واللي قدامك فاهم كده، ساعتها ابقى سامح. وان لو عنده قشره في شعره وعاوز يقضي عليها والشامبو مش جايب نتيجه، لازم يستخدمه صح الاول علشان يجيب مفعول معاه. وازاي يستخدمه صح؟ يغسل راسه بالميه الاول من غير اي حاجه، وبعد كده يحط الشامبو على راسه ويسيبه لمده 10 دقايق، لان الشامبو فيه دواء، فلازم يسيب الشامبو على راسه شويه علشان يتفاعل مع الشعر وفروه الراس ويعمل نتيجه. وبعد كده يغسل شعره بالميه كويس جدا، ومع الوقت والاستمراريه ان شاء الله القشره مش هتجيله تاني. وعلمه وقول له لو دخلت مطعم واكلك لسه ما جاش، ما تبصش على وشوش اللي بياكلوا، لان دي حاجه بتضايقهم. وازرع جواه حب الخير لما تعلمه معنى اسم الله الشكور، وهو اللي ما بيعطيش على قد الخير اللي بتعمله، ولكن بيعطيك ويعوضك اضعاف واضعاف. وعلمه ان البطيء في الوعد اللي ما بيلزمش نفسه باتفاق غير بصعوبة، هو ده غالبا اكتر واحد بيلتزم بكلمته وبينفذها ولو على رقبته. ولكن اللي بيوعد على الفاضي والمليان علشان يعدي يومه، هو ده اللي تقلق منه وما تعشمش فيه. وعلمه ان الفلوس اللي بتحاسب بيها وانت بتشتري اديها للي بتحاسبه في ايده، لان ما يصحش تسيبها على مكتب او ترابيزه وتمشي. ولو ابنك قاعد مع حد وجاله مكالمه تليفون، قبل لما يفتح ويقول الو يستأذن من اللي قاعد معاه الاول ويقول له بعد اذنك هرد على الموبايل. وعلمه ما يقعدش في محلات ولا قدامها. واحد صاحبه فاتح محل عايز يقعد معاه، يخرجوا سوا او يقعدوا في بيوت بعض، انما محل اكل عيش، ناس داخله وناس خارجه، واحد عاوز يشتري بقليل او كتير هيحرجه، او واحده ست داخله طبيعي لما تشوف اللمه هتقلق وتمشي. وعلمه برضه ما يبداش السلام ولا يمد ايده لواحده ست مش من محرمه، وما يحرجش الناس معاه. وفهمه برضه انه لو دخل مطعم او كافيه المفروض ما ياخدش من المناديل اللي موجوده في الحمامات او على الترابيزات بفطره ويقول يا عم ما احنا دافعين وكله بفلوسنا. ولكن قول له انت دفعت وارتضيت باللي هتدفعه، يبقى المفروض تتقي الله وتاخد بالمعروف. وعلمه يسمي الحاجات علشان تزيد غلاوتها عنده. مثلا المعلقه اللي بيحب ياكل بيها يسميها قطمه، مثلا موبايله يسميه طله، وهكذا. وكده هيعتز بكل اللي يملكه ويستخدمه. وقول له ما يسلفش حد كتاب إلا لو مستغنى عنه، لأنه في أغلب الأحيان مش هيرجعه له. وعلمه برضه ما يتقالش قوي في المعاملة علشان ما حدش يتعود على بعده ويستغنى عنه، ولا يكون خفيف وموجود عمال على بطال علشان ما حدش يساوي وجوده بغيابه. وعشان يحجم مشاكله النفسية ويقللها، قول له عليك بحاجتين مهمين: ما تكونش عاطل وما تبقاش وحيد. ابنك هو توكيلك، وكل ما كان مخدوم كويس كل ما هيبقى غالي في نظر الناس الشوافة اللي بتقدر. اصنعه بإيديك. الحاجة الهاند ميد دايما ليها طابع خاص وغلاوة، والمغشوشين كتير من بره تحسهم يا ما هنا ويا ما هناك، لكن من جواهم فاضيين ما يعرفوش عن الأصول حاجة غير اسمها وبس. عب ابنك وأصله من جذوره وثبتها علشان ما يشكش في نفسه ولا حاجة تهزه، ولو مال مع رياح الزمن يرجع ويحن لمعدنه وأصله، يكون زي عود البخور لو حتى الدنيا هتلسعه بنارها ما يطلعش منه الا الطيب. يكبر وتفك خيطه وتسيبه للدنيا يمشي على سكتك، لا يحود يمين ولا يميل ناحية الشمال. تطفي نور اوضتك وتنام وانت من ناحيته راضي ومطمن ومرتاح البال. السلام عليكم.